تعبت يا رب ومش عارفة أعمل إيه. تعبت يا رب وما باليد حيلة. يا رب ساعدني يا رب، وقف معايا يا رب، ساعدني يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. صلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معلش اعذروني والله، اعذروني من الكلمتين اللي قلتهم. أنا ما بلاقيش حد فضفض معاه غيركم انتوا، والله العظيم ما غير شوفيش غيركم انتوا اللي بفضفض معاه وبطلع كل الكلمة أي حاجة مضايقاني. فسامحوني بالله عليكم على الكلام اللي هقوله، اعتبروه فضفضة من أختكم اللي ملهاش حد في الدنيا غير ربنا بس وعيالها وانتوا. بالله عليكم تتقبلوا كلامي وتستحملوني. انا من امبارح وانا تعبانه خالص 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 خالص، والله العظيم والله العظيم تعبانه تعب مش طبيعي. معرفش ايه اللي جالي وايه اللي جريلي. جسمي كله بقطعه بقطعه لغايه ما اقعد انزل هرش 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 لغايه ما يجيب دم. ومش عارفه ايه السبب. ما بنامش والله، ما بنام والله العظيم يا رب ما بنام. ما بنامش من كتر الالام. انت متخيلين لما اقعد حد يهرش في مكان لغاية ما يجيب دم، وفي الاخر طبعا بعد الهرش ده بيسيب اثار الم شديدة، اثار الم شديدة، وببقى عايزة اهرش تاني. معرفش ايه اللي حاصل لي، ايه اللي حاصل لي يا رب. زيح عني بالله عليكم، تدعولي تدعولي ان ربنا يزيح عني ويشفيني، ان انا تعبانة خالص وحاسة كده بألم في صدري زي مجروح، زي يعني حاجة مألماني كده. حاجة مدبوحة، حاجة مجروحة، مش عارفة ايه هي بالظبط. اللي زاد وغطى، انا حتى متعورة في ايدي، بصوا دي من اثار، دي حاجة بسيطة، دي حاجة بسيطة من اثار الهرش. ما شفتوش باقي الاماكن اللي فيها الهرش؟ لو شفتوها يعني انا يعني هصعب عليكم، هصعب عليكم والله العظيم، هصعب عليكم. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، والله الحمد لله، والله حمد ربنا. وبقول دايما احسن من غيري. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، كل نعمك خير. اللي زعلني واكتر من ان انا ايه، اني صاحب السكن ولدي كان نازل يشتري طلب، فهو راجع فايده هيفت، يعني ما كانش يقصد. الباب الرئيسي بتاع السكن بتاع البيت اللي احنا ساكنين فيه باب رئيسي كده حديد من تحت، فولدي يعني بيقفل وهو معود اللي طالع واللي داخل. الراجل منبه ان يتقفل وراكم، سواء احنا او اي حد من السكان. فولدي يعني ما كانش يقصد، فايه قفلوا بشدة شوية، فعمل صوت يعني اترزع رزعة يعني بصوت عالي. طلع الراجل بهدل في ولدي، يعني ما قالش ده طفل صغير، طلع قال له انت ايه حمار، انت رايح تقفل الباب وترزع، هو بيت اللي خلفوك. شفتوا الكلمة عملت ازاي فيا لما سمعتها؟ طلعت بقوله ليه كده يا حي؟ ليه تغلط في اللي خلفوه؟ ليه؟ كفاية انا شاربة المر معاهم. ما ها انت بتغلط فيا انا، ما هو محدش متولي امرهم غيري، ومحدش خلفهم غيري. ليه بتغلط؟ طيب ده انا فيها اللي مكفيني. استغفر الله العظيم يا رب، والله العظيم ما قادرة اطلع الكلمة، والله والله ربنا العالم. انا الليلة دي عدت عليا ازاي؟ طلعت على السطوح قعدت. يعني انا لما بكون ضعيفة وحاسة ان انا مش قادرة اعمل حاجة بطلع. مش بحب عيالي يشوفوني في حالة ضعف دي، مش بحب عيالي يشوفوني وانا ضعيفة كده. اما بكون عايزة ابكي ما بحبش ابكي قدامهم. طلعت قعدت على السطوح مع نفسي وقعدت ابكي على حالي وعلى اللي بيعملوا فيها الزمن. لله الامر من قبل ومن بعد. نفسي نفسي ادعولي بالله عليكم ربنا يكرمني بحتة ملك، لو حج، لو أوضة بس، أوضة بس، لو أوضة إذا بس نفسي ملك نفسي، ربنا يكرمني بالملك نفسي. الذل بتاع الإيجار صعب،
ذل الإيجار صعب، وصاحب الملك لسانه سليط إلا من رحم ربي. مش كل الناس زوج، ومش كل الناس بيراعوا غيرهم. أغلبهم لسانهم سليط ومغرورين ومتكبرين وبيتعالوا على الناس كأن هم مالكين الدنيا باللي فيها. أنا طالبة منكم بس تدعولي عشان خاطر عيالي، إن ربنا يعمل لي معجزة من عنده. ربنا يعمل لي معجزة من عنده ويكرمني بالملك. أنا راضية بأي حاجة، المهم إن يتقفل عليا باب أنا وعيالي، محدش يغلط فيا ولا في عيالي. لمجرد بس إن هو قفل الباب قفلة، ما كانش قصده إن هو يرزع الباب، والله ما كان قصده. هي إيده هيفت زي ما بتحصل معانا كلنا ومع أي حد. طلع مخلصش ولدي، مخلصش من كلامه، كأني واحد كبير بيكلم وبيشتم فيه، مرعاش إن هو طفل صغير مش هيعرف يرد عليه. وأنا لا حول لي ولا قوة، مش هعرف أرد عليه. أنا مش هقدر أرد عليه لأنه هو بيتلكك لي أصلا عشان أمشي. أنا مش هقدر أرد. كتمت في نفسي وطلعت قعدت في السطوح عشان أقعد مع نفسي ومحدش من عيالي يشوفني وأنا ببكي. ادعولي يا حبايبي، الله يخليكم ولكم بالمثل يا رب. ادعولي ربنا يكرمني ويصلح حالي ويوسع رزقي. ادعولي بالله عليكم، ربنا يسخر لي يا رب الناس الطيبين اللي يكونوا سبب ان ربنا يسخرهم لسبب في ان هم يوسعوا عليا. يا رب امين، يا رب يا رب اقبل مني يا رب.